الوصف والفعل معا. طيب هنا نأتي على المثال الذي ذكرتموه، أنه الوهابية شلون يروحون يفجرون أنفسهم، وكأن الأمر يعني يصور هكذا، أنه هذا وصل إلى مرحلة من الاعتقاد بحيث استرخص نفسه ومستعد إلى أن ينتحر، يفجر نفسه في سبيل عقيدته. الجواب: هذا لا يدل على قوة الإيمان، لأنه أكو هنا مسألة قليل يلتفتون إليها، أن كل أو جل إن لم يكن كل هؤلاء الذين يفجرون أنفسهم قبل ما يتوجهون إلى التفجير يشمموهم مخدرات وحبوب يعطونهم. وتدري أنه تجارة طالبان وتنظيم القاعدة ليش عنده فلوس؟ لأنه يتاجر بالحشيش، يزرع الحشيش والأفيون والكذا في أفغانستان اللي هي المصدر الرئيسي في العالم للمخدرات. تعلمون أفغانستان بالمرتبة الأولى، وهؤلاء عندهم حلال. وأتذكر كان أكو واحد صحفي أيضا سلفي وهابي بالكويت في جريدة الرأي العام، هذا اسمه ماجد العلي أظن. المهم هذا راح أيام حكم طالبان، يعني قبل ما أمريكا تسقط طالبان، راح إلى أفغانستان وسوى تحقيقات ومقابلات مع هذا ملا عمر ومع ملا عمر وذولا لما كانوا يحكمون أفغانستان. ففوجئ بأنه كثير مزارع الحشيش والأفيون والأنواع المخدرات موجودة. فقال: ليش تزرعون هذا وهذا حرام؟ قالوا: ليش حرام؟ ما ورد نص بتحريمه في الكتاب ولا في السنة، فليش حرام؟ فلذلك نحن نزرع، ماكو بإشكال يعني. فهذا قووا أنفسهم بهذا الاتجاه. هذا اللي يروح يفجر نفسه يجعلونه في حالة هلوسة. أولا يسوون له قضية إيحاء نفسي على مدى أيام تلقين نفسي أنه إذا لازم تسترخص نفسك، شهيد في سبيل الله، أنت الآن تخرج من كل ذنوبك. لأنه عادة منو يختارون؟ دول السفلة الأراذل اللي غرقانين بالفساد، فهو صاير عنده حالة ضجر من الدنيا. لاحظت شلون؟ هو أساسا يريد ينتحر، يعني تدري حالة معدلات الانتحار شلون عالية بالعالم. فيقول له: يابا أنت تطلع الآن من كل هذا بخطوة واحدة، تروح تفجر بهؤلاء الشيعة، فأنت تلاقي نفسك تتعشى مع الرسول بالليل، خلص هذا هو، تنتقل فورا إلى الجنة، وعندك حرية هنا وحرية هنا وما أدري. هالشكل يسوون له إيحاء وتلقين على مدى أيام، ثم في آخرها شي يسوون؟ يعطونه هذه الجرعات المركزة من المخدرات، فيظل في حالة من الهلوسة ويندفع نحو هذا الشيء. ولذلك تلاحظون حتى في العراق إذا تلاحظون هاي الأخبار، لما يلزموهم قبل ما يفجرون شي يشوفوهم؟ خصوصا النساء أيضا تكون مو في حالتها الطبيعية، معطيها جرعات من المخدرات. هذا مو دليل إيمانها، هذه شيطنة. هذا واحد سأل الإمام أظن الصادق صلوات الله عليه أنه أمير المؤمنين، مضمون الكلام ومضمون الرواية أنقلها بالمعنى، أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا شك قمة في العبقرية، إنجاز التعبير يعني عقلية فذة، عملاق. شلون قدر معاوية بعقله ودهائه يغلبه؟ هاي معناته عقلية معاوية كانت أقوى من عقلية أمير المؤمنين. فالإمام صلوات الله عليه أجابه أنه: ويحك، ما كان ذلك العقل، وإنما هي الشيطنة، شيطنة معاوية تقوده إلى هذا. شيطنة معاوية قادت الناس إلى حرب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. برمجة شيطانية مو برمجة عقلية، لأنه العقل يرشد إلى الله. العقل رسول من قبل الله للإنسان، كما حجة على الإنسان كما أن الرسول حجة. نطقت الروايات بهذا، أن لله حجتين أو حجتان: حجة ظاهرة وهم الرسل والأنبياء، وحجة باطنة وهي العقل. فمثل ما الرسول حجة عليك، العقل أيضا حجة عليك. العقل لا يقودك إلى الفساد أبدا. هذا اللي يقول لك أنه عقلي أنا قادني إلى كذا، عقلي مثلا قادني إلى شرب الخمر، أنه ما بي إشكال، قل له هذا مو عقل، هذه شيطنة.
أو عقلي قادني إلى أنه التعاملات الربوية البنكية ما فيها شيء، هذه فائدة مشروعة، قل له هذا مو عقل، هذه شيطنة. فنفس الشيء هؤلاء الذين يوجهون ويتوجهون للتفجير بالأبرياء والعمليات الإرهابية وما أشبه، هؤلاء ليس العقل يقودهم ولا الإيمان، وإنما الذي يقودهم الشيطنة التي غلفت بغلاف الإيمان ادعاء وزورا بهتانا، لا أكثر ولا أقل. الدافع الذي يدفعهم ليس دافعا إيمانيا حتى على حسب عقيدتهم، وإنما هو مزيج من التلقين النفسي والمخدرات التي تغيب دور العقل، فهذا يندفع بهذا الشكل نحو هذه العمليات. ويستغلون قضية كآبته وشعوره بالضجر والملل من الحياة الدنيا، يستغلون هذا الجانب يدفعونه نحو أن يصلح يعني أمره بالانقلاب إلى عالم آخر خيالي يصورون له، تنتقل تتعشى مع النبي وحوريات وانت مرتاح وماكو مشكلة. لاحظتوا شلون؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول.